السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده وعواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحيحه وبالهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله ويتقبل منا ربي سبحانه الصيام والقيام وسائر الاعمال الصالحه يا ربي امين. اليوم كما كتشوفوا وجدت هذا العجين ديال البيتزا اللي كيجي من اروع والذ ما يكون. كيجي واحد العجين اللي هو ناجح 100%. الا جربتوه اكيد غادي يعجبكم. تبعوا معايا الوصفه من الاول حتى التالي، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ومن الاشتراكات ديالكم ومن التعاليق الزوينه ديالكم، وشكرا لكم بزاف على خدمتكم عليا. ندوزو للوصفه. عندي كما كتشوفوا هنايا في هاد القصعه درت جوج زلايف ونص ديال الفينو. انا كثرت الفينو على الفورس لحقاش هاد الفينو اللي ما كيتحتاجش يتخلط مع الفورس، داكشي علاش كثرت منه. الا كان الاخر نقصوا الكميه. عندي زلافه ونص ديال الفورس، عندي واحد المعلقه ديال الزعتر معلقه كبيره، عندي معلقه ونص ديال الخميره حبيبات، عندي معلقه السكر، عندي معلقه ديال الملحه، عندي كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، عندي مقدار من الحليب. انا درت شي جوج كيسان ولا ثلاثه من كاس العنبه. نتوما ديروا الكميه اللي عندكم ونكملوا بالماء. هادو هما المقادير كما كتشوفوا. ممكن تعجنوها غير بيديكم، انا ندير غير في العجانه. كما كتشوفوا كنخلط داك الدقيق بنوعيه بجوج، كنحك هنايا شويه ديال الزعتر، كنزيد النواشف كاملين والخميره والملحه كما كتشوفوا. غنديرها في الجانب الاخر باش ما تقتليش الخميره. كنخلط مع السكر واه باش هي كتفاعل معاه. وكندير داك الكاس، ممكن ديروا كاس ديال زيت الزيتون بوحديتو، انا خلطته ماشي مشكل. مهم كنبقى نخلط هذاك الطحين مع داك الزويته حتى كتبسبس لينا شويه. زدت هنايا نسيت ما قلتها لكمش في الاول شويه ديال البزار. شويه ديال الابزار كينسم لينا حتى هو البيتزا وكيجي المذاق ديالها لذيذ بزاف. المهم كما كتشوفوا درتها في العجانه وخليت داك الدقيق يتحرك شويه، ومن بعد بديت كنزيد هنايا الحليب كما كتشوفوا، ومن بعد زدت شويه ديال الماء حتى دلكات ليا مزيان. جبت هاد القصعانيت اللي كان فيها الدقيق، درت فيها شويه الزيت وحطيت فيها العجين ديالي، وزدت من الفوق مقدار من زيت الزيتون ودهنتها كما كتشوفوا هنايا. وغادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها تختمر. هنايا نخليها حتى تختمر وتضاعف الحجم ديالها، غادي نرجع ليها. ها نتوما كما شفتوا دابا راها خمرات تبارك الله. شوفوا كي جات. هانتوما انا كنبرك هنايا نحيدو منها شويه ديال نديكازيوها كما كتشوفوا. ايوا هنا بانت لي هاد القصعه صغيره عليها، غنجيب القصعه الكبيره وغادي نبدا نشكل منها كويرات بحال اللي كندير العجينه ديال الخبز بهذا الشكل. راه كلشي بطبيعه الحال كيعرف يديرها. كندوزها في داك الفينو وكنشكل منها كويرات الحجم اللي بغيتو نتوما. انا كندير كويرات كبار باش كندير منهم بزاف ديال الاحجام ديال البيتزا. غادي نخليهم كذلك يرتاحوا شويه ومن بعد نرجع ليهم. ها هما ملي ارتاحوا شفتوا كيفاش زادت فيهم الخميره وارتاحوا. غادي نبدا دابا ندلكهم ونطلقهم بالدلاك. كندير سميتو الفينو في الاسفل وكنبدا نطلقها. هاد العجينه راه والله الا كتجي ناجحه 100%. غير جربوها على ضمانتي غادي تعجبكم، بالخصوص الا ما كانتش كتنجح معكم العجينه ديال البيتزا. جربوها هذه على ضمانتي راه غتجي لكم ناجحه 100%. هانتوما كما شفتوا هنايا غادي نطلقها وغادي نخليها ترتاح شي 5 ولا 6 دقائق ولا حتى 10 دقائق. خليوها ترتاح
وعاد بداو تقطعوها الاشكال اللي بغيتو. علاش هاد القضيه؟ باش ما كتبقاش ديفورما لينا العجينه. وكنوريكم السمك ديالها هنايا، شوفوا السمك ديالها راه رقيق. ومن بعد ندخلوها للفران بطبيعه الحال راه غتزيد تختمر وتطلع شويه لينا، ما تبقاش رقيقه بحال هكذا. المهم انا جبت غير هاد القطاوات ديال الطنجره، عندي هاد الطنجره صغيره وطنجره كبيره، غادي نقطع بيهم وصافي. وديك القطعه د الحرشه هادو هما اللي عندي، غنقطع بيهم هاد الاحجام كما شفتوا. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي، راه كترفد بسهوله وما كتعوج لينا ما والو. ودابا نزيد هادو هكا ديال الحرشه، وغنديرهم في الطاوله اللي كتدخل الفران وغادي نخبزهم. نديروهم في الفران غير شويه، غير بحال اللي كيصفاروا لينا، بحال اللي كيتشمعوا شي شويه صافي، وكنخرجوهم. كما قلت لكم هانتوما شوفوا هاد العجينه الاولى، الطلقه الاولى خليتها ارتاحت شويه، هذه ما خليتهاش ارتاحت. هانتوما من قطعت شفتوا كيتعوجات. المهم ملي كنقطعوها كنبقاو نتكوها بالفرشيطه، ولا عندكم ديك الاله ديال البيتزا هذيك حسن عاد. هانتوما الكميه اللي عطاتني تبارك الله، راه عطاتني كميه معقوله. دي ليا بعد هاد الايام الاولى ديال شهر رمضان ان شاء الله. درت 3 الاحجام، حجم اللي هو كبير وحجم هذا متوسط. شفتوا كيفاش كتجي؟ راه كتجي رقيقه وخفيفه وناجحه. وشفتوا تقريبا كيلو ديال الطحين شحال عطاني؟ هانتوما شفتوا. كنوجدوه ككميه معقوله وكنديروها باش يبقاو كل نهار يومين حنا واقفين بزاف في الكوزينه. لازم يوجد واحد النهار يوقف فيه شويه ويرتاح في ايام اخرى. دابا غندير منهم واحد وحيدات هكا. انا طيبت غير شويه ديال المطيشه هنايا كما كتشوفوا، حكيت غير شويه مطيشه ودرتها تنطيب ليها لاصوص ديالها. ايوا غنزيد هنايا شويه ديال الجبن الاحمر، وغنزيد شويه ديال البصله وشويه ديال الفلفله اللي شحرتهم، غير شويه شحرتهم شويه في واحد شويه الزيت وشويه ديال البزار والملحه. وغادي نبدا ندير هاد الخضر ديالي. ها هي مني وجدات كما كتشوفوا. غادي نزيد الطون، ممكن ديروها باي حاجه عندكم، ولكن ديال الطون كتجي ألذ الصراحه. عندي الطون ديال الزيت تنصفيه نعصرو مزيان من داك الزيت وكنديرو. ها هي كما كتشوفوا راه كملتها. دابا نزيد لها عاود كذلك شويه ديال الجبن من الفوق ونزينها بالزيتون الكحل بحال هكذا كما كتشوفوا. الطريقه بطبيعه الحال كلكم كتعرفوها، انا غير كنشارك معكم. من بعد ما درت لكم العجين ديال البيتزا قلت ندير منها شي وحدات لولدي، وكنزيد شويه الزعتر من الفوق. وها هي البيتزا عندنا موجوده، ندخلوها للفران ومن بعد نرجع معكم. وهي ملي خرجتها من الفران شوفوا كيفاش جات. هانتوما ندخلوها كيذوب هذاك الفرماج، العجينه كتزيد تشد راسها. كتجي خفيفه وهشيشه ورطبه هاد العجينه، والله الا غير جربوها على راه غادي تعجبكم ان شاء الله. هانتوما شوفوا كي كتجي، شفتوا هانتوما رطبه ولذيذه ما نقول لكمش. هانتوما هادو هما البيتزات اللي درت اليوم.
وهذا هو الفيديو ديال نهار اليوم، نتمنى انه ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساونيش بلي لايك، ما تنساونيش بالاشتراكات ديالكم وبالاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.